السلام عليكم وألف مبروك لكل الجماهير الجزائرية. هذا الفوز الثمين والتأهل الرسمي للدور القادم ب6 نقاط كاملة وصدارة مستحقة. في المباراة لم يكن الفوز مجرد نتيجة، بل كان اختبارا للشخصية أمام منتخب بوركيني مرعب بدنيا، منتخب لا يمل ولا يكل. ولو لعب 5 مباريات متتالية لن تشعر بتعبه، لكنه في المقابل يفتقد لغريزة القاتل في الثلث الأخير، وهو ما استغله الخضر بذكاء. بدأ بيتكوفيتش المباراة برسم تكتيكي اعتمد فيه على 5 مدافعين، لكن الإصابة الاضطرارية للاعب حجام في الدقيقة 12 قلبت الموازين إيجابيا. دخول بغداد بنجاح أعاد ترتيب الأوراق، عادت المياه لمجاريها، وتحرر الفريق في عملية الخروج بالكرة وصناعة الفرص. الملاحظة الأبرز كانت في المرونة التكتيكية، حيث رأينا الفريق يتحول من الاستحواذ والبناء في البداية إلى العودة للخلف وتأمين الدفاع بعد هدف رياض محرز. هذه الوضعية أعادت للأذهان أسلوب هيكتور كوبر، حيث اعتمد المنتخب على رعونة لاعبي بوركينا فاسو هجوميا، وفضل تأمين المناطق الخلفية بدلا من المغامرة، خاصة مع العودة لثلاثي المحور الدفاعي في الشوط الثاني. إبراهيم مازا نجم اللقاء، لاعب بعقل كمبيوتر. مازا هو المكسب الحقيقي، فنان يجد الحلول من لا شيء، لكن العتب على بيتكوفيتش في إرهاقه بالمهام الدفاعية. لاعب بموهبته يجب أن يتفرغ للابتكار الهجومي، فهو المحرك الذي يصنع الفارق. خط الوسط، ثنائية هشام بوداوي وإسماعيل بن ناصر كانت علامة فارقة، توازن، افتكاك وبناء سليم، هما صمام الأمان الحقيقي في تشكيلتنا. بنجاح وعمورة، بنجاح يعطي ثقلا هجوميا لا غنى عنه رغم إضاعة بعض الفرص، أما عمورة ففي المباراة لم يكن في يومه، قراراته كانت متسرعة وخاطئة في أغلب الفترات. رامي بن سبعيني رغم قيمته إلا أن البطء الشديد في المباراة كان واضحا عليه، نحتاج لنسخة أسرع من رامي في الأدوار الإقصائية. بعيدا عن الأسماء، ما أعجبني هو الشراسة، رأينا روح المجموعة في الضغط العالي، أحيانا 3 لاعبين يضغطون على حامل الكرة، وهذا ما نحتاجه دائما. أما بخصوص التحكيم فالمبدأ واضح، لن ندخل في دوامة الجدل الإفريقي المعتاد، فار أو لا فار، طالما لم يقع ظلم صارخ. تركيزنا يجب أن يظل داخل الملعب فقط. الخلاصة، الدرس المستفاد: الجزائر في الصدارة، وهذا هو الأهم، لكن هناك نقطة يجب الوقوف عندها: إنهاء الهجمة. ضاعت 4 أو 5 فرص محققة كانت كفيلة بقتل المباراة مبكرا. في البطولات الكبرى إذا لم تقتل الخصم قد يقتلك بكرة ثابتة أو هجمة غادرة في الدقائق الأخيرة. العمل القادم يجب أن يتركز على الفينش لضمان الذهاب بعيدا في هذه الكأس. الخاتمة: مبروك مرة أخرى للجزائر، وشكرا لهذا الجمهور الرائع الذي زين المدرجات بالروح الرياضية. نلتقي في التحليلات القادمة، ودمتم بخير.